تحياتي لكم وللمشاهدين. حقيقة الأمر هذا ليس دقيق، هذه المعلومات غير دقيقة بالنسبة لنيويورك بوست. التصريح بالضبط كما أشار الرئيس بأن رؤساء آخرين قالوا لا، وليس هناك حاجة لأن نستبعد هذا، ولكن وزير الدفاع صرح بأنه ليس هناك أي خطة لأن تكون هناك أي قوات برية في إيران، وليس هناك أي حاجة لذلك من وجهة نظري. إذا كنت تريد أن تؤكد على ما قاله الرئيس وما قاله الوزراء، إن إيران دولة كبيرة جدا، والتجربة أثبتت في أفغانستان وفي العراق بأن هاتان التجربتان قد تمنعان الرئيس ترامب من أن يفكر في أن يرسل قوات برية إلى إيران. المعنى مختلف وتطلعات مختلفة. القوات الجوية للولايات المتحدة ولإسرائيل تعمل أفضل في هذه الحالة لتحقق هذه الأهداف مقارنة بإرسال الجنود داخل إيران. الضحايا أيضا نقطة مهمة جدا بالنسبة لرئيس ترامب وللأمريكيين. ليس هناك حاجة حتى الآن لاتخاذ مثل هذه الإجراءات. نعم. طيب، فقط ننوه لهذا الخبر العاجل. مراسلة الغد تقول صافرات الإنذار تدوي حاليا في الجليل خشية تسلل مسيرة. طيب سيدة كاميليا، تعلمين أن السلطات الإيرانية تمارس ربما حالة غير مسبوقة حقيقة من التكتم الشديد على الأخبار داخل إيران. يعني لا يأتينا إلا القليل من إيران، لا نعلم كثيرا من التفاصيل. وأنت رئيسة تحرير اندبندنت فارسي، لذلك أسألك يعني ما هي نوعية التقارير الصحفية التي ترد إليك بشأن الحالة في الشارع الإيراني؟ بمعنى هل يرى الشارع الإيراني في هذه العملية الأمريكية طريقا إلى الحرية، طريقا إلى تغيير النظام، أم يراه عدوانا على إيران؟ هناك معسكرا مختلفا في إيران بشأن هذا الهجوم الإسرائيلي الأمريكي. الشعب الإيراني الذي عانى، أو الغالبية يمكن القول، هم من لديهم الشجاعة ويتحدثون بأصوات مرتفعة يطالبون الرئيس ترامب بمساعدات إنسانية تغيير النظام داخل إيران. رأيت بعض الصور من الإيرانيين الذين يقولون شكرا جزيلا للرئيس ترامب. أيضا هناك معسكر آخر للحرس الثوري، ولكن وفقا لمدى هذا الهجوم واستمراريته يمكن أن نرى بعد ذلك لاحقا هذا المشاعر داخل إيران. هل ستستمر؟ النظام بالتأكيد لديه داعمين. إيران بها 90 مليون نسمة، وبالتأكيد هناك من يدعم وهناك من يعارض. من يدعمون أو من يعارضون ربما يصلون إلى 10 مليون. أيضا هناك من يتعاطفون مع مقتل آية الله الخميني ومن بعده هناك من يطالبون من الإيرانيين ألا يخرجوا من منازلهم وحتى لا يستخدموا كدروع بشرية. أيضا المبعوث الإيراني تحدث عن الأماكن المستهدفة بالقنابل وبالصواريخ، أن يبتعد الناس عن هذه المناطق حتى لا يكون هناك مزيد من الضحايا. هناك رسائل مختلطة تخرج من إيران. المناطق العسكرية تعرضت للهجوم، أيضا انفجارات أيضا أدت إلى ضحايا من المدنيين في المناطق السكنية. أنا لا أرى أن النظام يجل ويتفاوض كما قال السيد لاريجاني.
اليوم ليس هناك أي طرح للمفاوضات. الجلوس على المفاوضات يتطلب أن يخبروا بالاستسلام للرئيس ترامب، وهذا ما يطلبه الرئيس ترامب والشعب الإيراني. لذلك هناك هجوم كبير على البلاد. نحن اليوم في اليوم الثالث أستاذة كاميليا في هذه المواجهة. بدأ اليوم بفتح جبهة جديدة وهي جبهة لبنان.